نفوق رفعت الأسد أخو المجرم حافظ الأسد. هذا بدأ مسيرته الإجرامية بالحقد تبع فرقة الحشاشين على المسلمين بمذبحة حماة الأولى في 1964. يعني قتلوا أيامها 1200 واحد من المسلمين في حماة، وبعدين بال67 وضعوا أخوه حافظ بكتيبة في الجولان على أساس يكون أول واحد ينفذ قرار الانسحاب بالبيان رقم 66، واللي سلموا فيه الجولان، واللي كان حافظ قبض في لندن 100 مليون دولار ثمن تسليم الجولان في ذلك الوقت. وبعدين هذول من اللي شاركوا أخوه وصلاح جديد وكل أبناء الفرقة الباطنية الحشاشين بتسريح كل ضباط السنة من الجيش السوري حتى يتسنى لهم تدمير سوريا وتخريبها. وبال70 انقلبوا حتى على من جاء بهم، على صلاح جديد وعصابته، واستولوا على الحكم. وفي ال76 شارك هذا رفعت في مذابح تل الزعتر ضد الفلسطينيين مع القوات المارونية والقوات الإسرائيلية، وكانوا غرفة عمليات مشتركة، محمد غانم ورفعت الأسد ومرضخاي جور وإيتان صقر واليام حاوي وبشير الجميل وداني شمعون. أنا بحكي شو للتاريخ. بعدين اجت مذبحة على السريع، اجى مذبحة حماة ثانية في 1982، حاصروا حماة من كل الجهات في سرايا الدفاع اللي كان يقودها، وقتل 40,000 مسلم في حماة. قطع الماء والكهرباء، يعني المذابح اللي بتشوفوها في غزة لسه أسخم سوى فيها رفعت سوى أعمل في 82. بعدين يعني شارك في يعني في 83 في حصار طرابلس، في 82 في حصار طرابلس كمان، وضد الفلسطينيين ومخيماتهم في البداو والبارد، وقتل الآلاف. بعدين وصلت في مرحلة هو وسرايا الدفاع، جاب العلويات هذول اللي تحت سرايا الدفاع نزلهم على دمشق، سبحوها 3 أيام، كل واحدة لابسة حجاب يشدوها من شعرها ويدعسوا على رقبتها بنص الشارع إذا مش الحج الحجاب، يطلعوا على الباص. وهذا جابوه بالتلفزيون، وأنا شفته، أنا ولد شفته على التلفزيون السوري، وهم بتباهوا كيف أهانوا كل المحجبات في دمشق وشلحوها ودعسوا على رقبتهم إنه انتقام من بني أمية، هذول فرقة الحشاشين. بعدين حتى وصل فيه إنه تآمر ضد أخوه، صاروا العصابات بدها تتقاتل على مين بده يحكم سوريا. دخل حافظ الأسد في غيبوبة أيامها في 84، وحاول يستولي على الحكم، وتصدى له جماعة حافظ على حيدر وعلى أسوان وشلته. وبعدين صحي حافظ وقرر إنه ينفيه لبرا، ودفع له كل ميزانية سوريا والدولارات الموجودة في البنك المركزي السوري، ودفع فوقيهم القذافي 200 مليون دولار، وراح باريس وعاش بالأرض فساد في باريس. وهذا قصة هذا الرجل الذي لم يحاكم. ومن المحزن جدا أنه واحد مثل هذا المجرم لم يحاكم ولم نراه على شاشة التلفزيون.